خلاص، مونديال بدأ. المكسيك كسبت جنوب أفريقيا 2-0 في الافتتاح. كينيونس وراؤول خيمينيز سجلوا. بس أماتش ده شاف حاجة ما حدش كان مستنيها، وأنا هقول لكم بعد شوية. وراؤول خيمينيز، يا عيني عليه، أول هدف ليه في كأس عالم في عمر ال35، إهداه لأبوه اللي مات. الراجل وقع يعيط في أرض ملعب. ده اللي اسمه كرة قدم. وخليني أوجعك بالرقم اللي وعدتكوا بيه: 3 كروت حمراء في ماتش الافتتاح. 3. سيتولي وزواني من جنوب أفريقيا، ومونتيز كابتن أماكسيك. أكتر من الأهداف نفسها. افتتاح مجنون. وفي مدريد قنبلة جوه قنبلة. هوسيه مورينيو رجع ريال مدريد رسمي 3 سنين لحد 2029. وفابريزيو رومانو طلع يقول: برناردو سيلفا here we go soon. مورينيو بيشد فيه شخصياً، وريال سبقوا بارسا وأتلتيكو. وسكالونيو أخيراً اختار بديل باليردي ماركوس سينيسي. الراجل كان قاعد في إجازة في إبيزا مع مراته، وقع على توتنهام الأسبوع ده، وفي نفس الأسبوع راح مونديال. أسبوع من سكة العسل. بس في حاجة وحشة لازم تتقال: مشجع أماني عنده 81 سنة مات من أزمة قلبية على رامبا 2 جو استاد أستيكا في الافتتاح. أنا شايف إن فيفا وإنفانتينو كانوا لاهين بالشو والافتتاح وشاكيرا، والتنظيم الطبي أثر. ده مش مجرد خبر، ده سؤال هيتعلق فوق مونديال كله. طب وانت اللي قاعد قدام موبايل ده، أنهي خبر فيهم وجعك أكتر؟ دموع خيمينيز؟ الكروت الحمراء؟ ولا اللي حصل بره ملعب؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ.